أهلا بيكم، أنا منى الكردي وانتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست أصوات. البودكاست اللي بشارك معاكم فيه أصوات بنحبها وبنسافر معاها في رحلة بعيدة عن دوشة الحياة. في ليلة هادية وبعد يوم شاق حبيت أفصل وأقعد في البلكونة شوية أغير جو مع النجوم والقمر والليل. تسمعي إيه يا منى؟ تسمعي إيه يا منى؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء ونجومه قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. ده كلامها زي الشهد بيخليني أحس إنها بتغنيلي لوحدي وكأن مفيش حد غيري في الصالة. دي جملة قالها واحد من أشهر معجبين أم كلثوم، وصاحب الجملة الشهيرة: النهاردة الخميس الأول من الشهر، في الفترة من عشرينات لسبعينات القرن العشرين. الشوارع كلها فاضية، ناس لابسين أحلى حاجة عندهم ورايحين في طريقهم لحاجة بيستنوها على أحر من الجمر، وناس تانية قاعدين في البيت فاتحين الراديو ومجهزينه على المحطة اللي هتذيع حفلة من الحفلات اللي الشرق الأوسط كله بيستناها. ووسط تسقيفات وحماس الجمهور تبدأ السيدة أم كلثوم بكل حزن الدنيا وتقول: وتسير حيرة وحزن الجمهور باستفهام: فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي؟ وهمس لي قال لي الحق عليك، نسيت ساعتها بعدنا ليك. فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي؟ بابتسامة من عيوننا السهالي. وتحيرنا أكتر بسؤال في دقة وصفه كل الناس بتسأله معاها: أهرب من قلبي أروح على فين؟ وصفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب ينقال. أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان مدينة حب، احنا الاتنين لينا الدنيا أمل. وما بين عظمة الصوت اللي اتوصف بالمعجزة وجمال ودقة الكلمات اللي كل واحد شاف جزء منها لايق على حكايته وتأثر بيه، وروعة الألحان اللي أبدع فيها عمالقة مش هيتكرروا تاني، وأداء الفرقة اللي كانوا بيبدعوا في كل حفلة، عملت حالة عند الجمهور امتد صداها من الشرق الأوسط للعالم كله. صوت ليه مكان في أغلب البيوت العربية والكافيهات والقهاوي والبلكونات، صوت عشق ناس كتير وبقى رمز من الرموز المصرية الجميلة. وزي ما قالت الست أم كلثوم: القلب يعشق كل جميل. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل
وصلنا لنهاية الحلقة. قولولي ايه اكتر جملة بتحبوها لأم كلثوم. شكرا ليكم، دمتم دايما بخير. اللي صدق